زي النهارده بيوافق ميلاد فنانة شهيرة في عالم السينما والفوازير، ولما نقول فوازير يعني لازم يجي على بالنا الجميلة الفنانة شريهان اللي بتحتفل النهارده بعيد ميلادها. اتولدت شريهان يوم 6 ديسمبر سنة 1964. درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، ولما رجعت مصر شاركت في بطولة مسلسل المعجزة اللي أنتجته لها والدتها. شاركت في طفولتها في فيلمين قطة على نار وربع دستة أشرار. وقدمت بعضهم عدد من الأفلام الشهيرة منها خلي بالك من عقلك، العذراء والشعر الأبيض، الضوء والأسورة، كريستال، عرق البلح. قدمت شريهان أعمال مسرحية ناجحة جدا وهي المهزوز، انت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي. من أشهر فوازيرها حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة. ابتعدت شريهان عن العمل الفني من بداية الألفية الجديدة بسبب إصابتها بسرطان الغدد اللعابية اللي يعتبر من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم. كشفت شريهان عن تفاصيل إنجاب بنتها الصغيرة تاليا وقالت كان صعب علي إنجاب أطفال، وقالت كنت حلم وأمنية اتمنيتها لكن الأطباء قالوا مستحيل لأن الحمل هيخلي المرض نشط وأشرس في انتشاره، وليك الاختيار يا تربي بنتك لولو أو تهديها أخ وأخت. وقالت فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون. آخر أعمال الفنانة شريهان كانت مسرحية كوكو شانيل اللي رجعتها للجمهور بعد غياب 30 سنة. قول لنا، هل تحب تشوف شريهان في عمل فني جديد؟